بنبات من الصبح، من ليله السبت لغايه لحد الصبح، بقى التسبيحه مستمره حوالي 6 ساعات. بعد كده بس انا عايز ارجع مع حضرتك للصوره، معلش عشان انا دايما بيتقال لي الكلام ده وعمري ما فهمته، بس احنا معانا المره دي الصوره. هل ترى اي تفاصيل؟ هو يعني هو ممكن نتخيل انها القديسه مريم او ستنا مريم او العذراء مريم، ولكن انت قلت لي حزام ورداء ازرق اللون هل يعني اشرح لي التفاصيل دي شايفها فين؟ او جايز هم شافوه، يعني هم شافوها. اللي وصف ده شاهد عيان، ما هوش اللي بصور بلقطه الفيديو نفسها. اللي شاف ده شاف بعينه المجرده، يعني جايز الصوره مش الكاميرا ما تعرفش تنقل الصوره النورانيه بشكل كامل. تمام. واحنا خاصه بنتكلم عن موبايلات بتتفاوت في درجه الدقه والسرعه وما الى ذلك، فاحنا اللي بيسجل الحدث مش شخص يعني بكاميرا دقيقه جدا ممكن يجيب التفاصيل بكل تفاصيلها يعني مطلوب. فاذا كان الكنيسه المصريه بتتكلم عن عذراء مريم في تسابيحها وكلامها كله ايمانياتها على انها سماء ثانيه، فدايما تصورها في ايقونتها ان لها رداء سماوي ازرق. ده ثابت حتى في الصوره الايقونه اللي تبقى شايله فيها السيد المسيح او حتى فرات برضه الازرق دايما. دي حاجه في عقيده الكنيسه. لما نتكلم عليها ونشوف انها نقول شفنا حمامه في السماء، برضه لما حد فيكم شاف تجلي للسيده عذراء؟ طبعا انا شفتها. حضرتك؟ ايوه متى شفتها؟ 68 وشفتها في كمان في 86 في كنيسه الحدثيه. ايوه في قديسه الاوانه. كنت بصلي في كنيسه قديسه دميان ارض بابا، ولقيتها حتى متجليه على ستر على الستر بالكامل. انا شخصيا شعرت بقشعريره ما شعرتهاش في حياتي. وبعدين حاجه تاني، مش مهم ان انا شفتها كمان يعني في الاحداث دي كلها. كل واحد مننا له حدث مع السيده العذراء، حدث خاص. طب ابونا، انا مش عايز اتكلم عن الحدث الخاص اللي حصل لي، لا تدول بيعمل دعايه ولا حاجه. معانا فيلم نفس الحدث بتاع الوراق، وفي ناس كانوا بيصوروه شايفينه بطريقه ثانيه. ممكن حضرتك تشوف معانا؟ حضرتك شايف ده التجلي بتاع السيده العذراء ده على الكمبيوتر بتاعي كلنا عندنا ده. كلنا شفنا ده، وكلنا يعني قدرنا ان احنا نفهمه وقدرنا ان احنا نستوعبه. ولكن معانا برضو بعد كده ناس مصوره هتخش معانا دلوقتي. اتفضل. ده اللي احنا صورناه، وكانت مره طالعه. بص حضرتك النور اتطفى. ارجع تاني لو سمحت. لو حضرتك دي واحده هنرجع تاني، بس انا عايزك تشوف تاني. هذه هي السيده العذراء متجليه، وكل الناس شافوها كده. حضرتك ممكن تشوف اول عندما اختفت كيف اختفت. هنمشي احنا ماشيين مع بعض كادر كادر. عايزين نقدم كادر كادر. حضرتك شايف بقيه الضوء اللي ورا؟ الدرجه فين؟ اهو في نقطه نور اهي، في نقطه نور يعني ايه يعني واتطفت خالص. طب ايه يعني بص تاني حضرتك معايا. حضرتك تقصد ايه حضرتك؟ لا ما اقصدش حاجه، انا بقول لحضرتك ان هو موجود دلوقتي. بقول لك حاجه لما الناس اللي بتدرس ابتدوا دلوقتي يدرسوها كادر كادر. يعني الظهور، يعني انت عارف الصور كانت كلها كادرات ورا بعض، انما دلوقتي اصبحوا ينظروا اليها مشهد. احنا دلوقتي في 25 ديسمبر السنه اللي فاتت، واحنا ليله الاحد كنا مسبح برضه في ليالي 7 و4 برضه اللي هي ليالي تمجيد العذراء. انقطع النور خالص تماما من الكهرباء العموميه، وبدينا نولع الشمع في الكنيسه عشان يعني نمارس الصلاه. فاذا بايه العذراء تبقى متجليه في قلب الكنيسه، متجليه جوه الكنيسه نفسها، جوه داخل الكنيسه نفسها. صحيح الحدث ده يعني ما كبرناهوش ولا حاجه، لكن يعني ايه ظلت كل الناس اللي موجوده في الكنيسه. راي القس نصر الله زكريا. اتفضل. في البدايه انا احب اكد على، او بما اني انا انجيلي، احب اكد على مدى احترامنا وتقديرنا الكامل للسيده العذراء، خاصه اني لما بشرها الملاك جبريل قال لها هذه الكلمات: سلام لك ايتها المنعم عليك، مباركه انت من النساء. نفس الكلام اللي قالته قريبتها اليصابات لما راحت لها ورقد الجنين في بطنها وقالت لها مباركة أنت من النساء. وهي تفهمت هذا الإنعام وهذه البشارة، وقالت الأنشودة الرائعة اللي هي قالتها وسجلها البشير لوقا في الكتاب المقدس لما تغنت وقالت: تعظم نفسي الرب لأنه نظر إلى اتضاع أمته. وقالت المقولة اللي احنا سمعناها دلوقتي وهي موجودة مسجلة في الكتاب: فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني.
لهذا الحق ولهذا التطويب ولهذا الإنعام اللي منح لها من الله مباشرة، ولأجل هذه البشارة ولأنها حملت ابن الله المتجسد، بنطلق عليها بمنتهى الرحابة القديسة العذراء مريم. والكتاب المقدس في أكثر من مكان بيشير إلى إمكانية أن الإنسان الذي اختاره الله وأصبح متجاوبا مع محبة الله أنه قديس. فهذا الأمر أحب أن أؤكد عليه في البداية. لكن بدون الدخول دلوقتي، أنا عندي مقولات كتير عن الظهور في الكتاب المقدس وأعتقد نحتاج نسمعه، لكن أنا هتكلم بس على بعض الملاحظات اللي سمعتها عن الشهر المريمي، وإن العذراء مريم أو القديسة العذراء مريم بتظهر، أو ده مش غريب إنها تظهر في الوقت دوت. أنا عندي دراسة سريعة إن لما ظهرت القديسة العذراء مريم في إبريل سنة 68، يعني ما كانش الشهر المريمي واستمرت فترة. وفي إدفو لما ظهرت حسب المقولات كان في أغسطس، كان عايزة برضه وهكذا. يعني بدون ارتباط بشهر أو كان في أغسطس، بدون ارتباط بشهر أو توقيت لقينا الظهورات دي. معلش قبل ما تكمل، حضرتك من المقتنعين بالظهور ولا من غير المقتنعين بالظهور؟ الكتاب المقدس لو انت عايز تسال بقى في الظهور، لا يا فندم، انا ورسول العذراء بالتحديد، احنا مش هنناقش في الكتاب المقدس. انا ده مساله انا ما افهمش فيها. انا بسال حضرتك، انتوا ككنيسه انجيليه، انا ما بفهمش في الموضوع ده. يعني اخواننا في الكنيسه القبطيه واضحين جدا ان الظهور وظهور حق ومؤيد، والبابا شنودة عمل لجنه تقصي علشان تروح تسجل هذا الظهور. الناس دي واضحه. انا بس حضرتك، انتوا ككنيسه انجيليه هل انتم مقتنعين بالظهور ولا لا تقتنعوا بالظهور؟ ده سؤالي مباشر. احنا في الكنيسه الانجيليه بنتميز بحاجتين. انا هقول لك الراي بتاعي الشخصي. انا مقتنعين بالظهور ولا لا؟ انا اقول لك ليس هو السؤال. لا، انا بكلمك على انك انت ممكن تسمع راي من قسيس انجيلي بيقول راي، وقسيس تاني ممكن يقول راي تاني، وده لمساحه حريه الاختلاف اللي موجود عندنا. لكن لما بنرجع مره تاني نقول الظهور، احنا عندنا بنميز بنوعين من الظهور، وده اللي اتعلمناه من الكتاب المقدس. برجع مره تاني للانجيل، لان الكنيسه الانجيليه اسمها انجيليه لانها ترتبط بالانجيل بالشكل ده. مفهوم. في ظهور الهي، وده موجود في الكتاب المقدس ونقدر نرجع له يعني في اكتر من مره. يعني ايه؟ حلو قوي. لما بنرجع للكتاب المقدس بنلاقي اول مره يعلن فيها ظهور الهي كان ينسب لملاك الرب، ظهر لهاجر، وكان ليه هدف، واتقال السبب بتاعه، وقال لها كانت وقتها هي هاربه. ده مفهوم ان يرسل ملاك لشخص مقدس يقدم له يد المساعده. في كل الظهورات اللي موجوده بالمنظر دوت اللي احنا بنقبلها، النوع التاني يكون ظهور ليه هدف، وظهور ليه رساله، والشخص الظاهر بيعرف عن نفسه، والشخص اللي بيشوف بيبقى متاكد من اللي شايفه. يعني بيجي الملاك يقول لك انا ملاك فلان وعادة وبتكون رسالة شخصية، ما بيكونش مجموعة شايفينها. طب والنوع الثاني؟ النوع الثاني بيقول عنه الكتاب برضو ان في ظهورات كاذبة، وبيحذرنا منها الكتاب ان في اواخر الايام هتيجي بعض الانبياء او بعض الظهورات او بعض التجليات كاذبة، لدرجة ان المسيح قال الكلمات دي. هيجي في وقت من الاوقات اقول لكم المسيح هنا او المسيح هناك فلا تصدقوا. وحذرنا في وقت من الأوقات أن الشيطان نفسه يستطيع أن يظهر أو يأخذ منظر كملاك من نور. لكن فعشان كده بتلاقي الظهورات ديت غير واضحة. طب ماشي مش اتفضل. فده معناه انا افهم كده من كلامك والناس اللي تفهم ان انتوا مش مؤيدين قوي لفكره الظهور دي. بالظبط. هو ايه هو يعني مع احترامي هو طبعا اللي هم يعني ايه، مع احترامي طبعا الطائفه الانجيليه كلنا بنوقرها، لكن ايه هم منقسمين في الراي. يعني مثلا كاهن كنيسه قصر الدباره، وهي اكبر كنيسه في القاهره انجيليه، الدكتور سامح قال انها ظاهره ومؤكده الى اخره. برضه كان معايا امبارح في قناه احدى القنوات الفضائيه، قال ان ايه ده انا بايد هذا الظاهر. طبعا كل واحد له وجهه نظر، بس القسم الذكيه واضح ان هو مش موافق. دي احنا دي ما لناش يعني الخلاصه اللي انا فاهمه ان داخل المسيحيين نفسهم في لا مش داخل المسيحيين. لا ليه؟ لان الانجيليين لا يؤمنوا بحاجه اسمها عقيده الشفاعه. هم دول مش مسيحيين يا فندم؟ معلش. لا انجيليين. انا بقول لك الانجيل، ما اقولش انا بقول ده في حاجه اسمها الانجيليين لا يؤمنوا بعقيده اسمها عقيده الشفاعه. لا بس دي واحده يعني اللي اقصده، معلش عشان بس الناس ما تتلخبطش،
انه داخل الطائفه المسيحيه هناك من مقتنع بالظهور وهناك غير مقتنع، صح؟ طبعا في كده ممكن ده النتيجه اللي انا عايز اوصل لها. طيب بس ليه انا غير مقتنع وانا بقول؟ هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني وهنكمل حضرتك برضه عشان هقول لك نفهم ليه الاسباب. ايه الاسباب ان حضرتك مش مقتنع بالظهور يعني. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، ابقوا معانا.